هلوس بالموز حبايبي الجوز. صباح مساء الخير الصبح بالليل. جايت لكم شهد بالجبنه المتبله وهي حزينه. ما يغركوش الوش المبتسم الجميل ده، بس انا نوت فاني النهارده. اليوم كله سباد. عارفين انتوا الباد ذات نفسه؟ انا شفت الباد النهارده والله. انا حالتي تتوصف باغنيه انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح ترارا، وانت يا دنيا مش فاكراني غير في دموع والجرح ترارا. مش هنعيط كتير. طبعا النهارده الاحد، بعيدا عن صوت بكاء اخويا ميمس، النهارده الاحد في الاسكندريه. اليوم كله كان شتاء ورعد وبرق وبخ ومانعين بقى المدارس ومش عارفه ايه، ان هما قافلين كل حاجه الا الدرس بتاعي. يعني دي الحاجه الوحيده اللي مصرح بيها ان احنا نروح يعني نتفحت هناك. وطبعا انا شهد، يعني كشهد انا معروفه ان انا في الشارع بمشي بفحت في الارض، دي حاجه خصله فيا غصب عني. فانا النهارده روحت ببنطلوني كله ظبط، حرفيا ده كله كان ظبط. يعني انا ماشيه في الشارع شايفه بنطلونات الناس كلها نظيفه بتلمع الا البنطلون بتاعي. ما علينا، دي اجواء الشتاء بقى ومش عارفه ايه وفيروز. وبعيدا عن التوكه دي عشان عجباني، رحت عادي الدرس لان انا مجبره اروح، انا مش هينفع اغيب بقى. انا ثانوي عام، ايوه. فانا النهارده كرهت حاجه اسمها مواصلات، ده حرفيا. وعلى راي ريكا حصل لي موقف اليم لكنه طريف بعد الشيء. شاي ولا سكر؟ النهارده ركبت مشروع زي كل يوم ببقى رايحه راكبه مشروع، راجعه راكبه تونيه، معرفش ايه الخصله. بعيدا عن كل ده والله انا معروفه، يعني من غير ما حد يزعل، حد بينادي عليا انا ما بسمعوش كويس. هو انا وداني زي ما هي فل ما فيهاش حاجه، بس انا ما بسمعش كويس. انا ببقى لابسه طبقتين فوق وداني. بعيدا عن كل ده برضو انا يعني من غير الطرحه برضو ما بسمعش. فانا قاعده في المشروع، في ست ورايا وفي ناس بتلم الاجره، وانا قاعده قدام. فالست دي هي بتقول ان هي نادت، بس انا ما سمعتهاش. يعني هي قالت لي بتاع 3 مرات، 3 4 مرات كده، معرفش هي بتحور تقريبا. اكيد انا مش طرشه، ما تشككونيش في نفسي. قالت خدي يا بنتي 2 ورا، وانا ما سمعتش يا جماعه، انا ما سمعتش. وانا قاعده في امان الله كل ده وانا مش سامعه، بقى الاقي مره واحده حاجه اتقورت في ظهري، اللي هو والله العظيم بمعنى كلمه ظهري من ورا اتقور كده، اللي ماسكه مقوره كوسه وقورت ظهري. ليه؟ علشان تقولي خدي 2 ادفعيهم للراجل، وانا والله ما كنت سامعه. عليه تعملي كده؟ هنا بقى انا كنت لفيت ظهري مره واحده، يعني لفيت كده اهو، قلت لها لو سمحت مش باللمس، في حاجه اسمها بوج. طبعا ما قلتش كده يعني، بس هو سؤال بجد، هو سؤال. يعني انت شايفاني كوسه؟ ما هو انا لو كوسه مش هتقوريني بالمنظر ده. ظهري بجد لحد دلوقتي الحته دي وجعاني والله العظيم. انا في حياتي كوسه قوي، بس انا مش كوسه بالمعنى الحرفي بجد. لو انت شايفاني كوسه براحتك، بس ما تقورنيش. يعني انا ظهري ذنبه ايه؟ لحد دلوقتي انا ماشيه عامله كده من الوجع بجد. انا طبعا بصيت لها كده اهو. انا اول اصلا ما لفيت، يعني بعيدا عن كل اللي حصل ده، الزغره اللي زغرتها لي، يعني البصه اللي هي بصتها لي عدت البصه البومباستيكيه، عدتها بمراحل كمان. يعني هي كانت بصه كده وفي نفس الوقت عينيها باظه لبره، يعني ربنا ما يكتب عليكم النظره دي. فانا طبعا في الموقف ده ما فتحتش بق، انا اديت الراجل الفلوس. ويعني لو انا كنت خايفه ان اطلتش على قفايا بجد. ومن هنا انا اتفقت مع نفسي مع ذاتي ان انا هركب اخر واحده عشان ما حدش يقور لي ظهري. طبعا بقى من اسبوعين كده اهو، للي يعرف يعني ان البنزين بيقولوا ان هو غالي، بس هو مغلاش ياما قوي. وفي خلال الاسبوعين دول انا ما شفتش اي تغير في محور الاجره. يعني انا بركب ب4 بروح ب4 برضه. فانا اصوده في النهارده ان انا ركبت جنب سواق مستغل، حرامي، كل العبر الحراميه فيه. ليه بقى؟ علشان نصب عليا في نص جنيه، بس انا خدته منه برضه. انا راكبه اديته 5 جنيه، المفروض باقي ليا جنيه، والمفروض ان هو ما ياكلش عليا الجنيه. فانا كل ده قاعده مستنيه، يعني قبل بقى بيتي بدقيقتين قلت له عمو انا ليا باقي. يعني انا كل ده كنت مسحوبه من لساني مش عايزه اتكلم. فهو قال لي يا استاذ انا معيش نص جنيه فك. فانا عملت علامه استفهام فوق بقى، ما انا قعدت افهم ايه نص جنيه ده. انا قلت له يا عمو انا ليا باقي جنيه. هو قال لي لا يا استاذه ده ب4 جنيه ونص. فانا بصيت كده اللي هو في ايه؟ قلت له يا عمو انا بركبها ب4 جنيه بقى معلش. هيقول لي لا هي ب4 ونص، والله ب4 ونص، وحلف لي بالله اللي هو في ايه، انا راكبها ب4 على فكره. فانا استنيت برضو الفكه ما جاتش، مع ان هو كان بيدي الناس اللي ورايا فكه. فانا لدعته بقى بالحركه دي. انا قبل ما انزل قلت له عمو انا ليا باقي ما خدتوش، فاداني الجنيه كامل عشان هو ما كانش معاه فك بس. يعني وانتصرت عليه كده 1-0 للاهلي. ومن هنا اعزائي جات لي عقده نفسيه من المواصلات عموما. انا ان شاء الله هطلع جمعيه بحمله 1,000,000 واحد علشان اجيب عربيه ليا ان شاء الله. معرفش ايه اللي قلته ده، بس عدوها. والسواق النصاب جوتو هيل يا سواق. يلا باي باي.